الطبيعي إن الحيوانات عندها الشجاعة الكافية عشان تدافع عن نفسها، لكن في حيوانات مستعدة تضحي بحياتها عشان تدافع عن البشر وتحميهم كمان. اللي هتشوفه في الفيديو هيصدمك حقيقي، بس عشان تحكم بنفسك لازم تكمل الفيديو ده للآخر. ياريت تدعمني باشتراك وتدعمني بلايك. يلا بينا. الشرطة مش طبيعي انها تكون موجودة في كل المواقف، بس الكلاب لأ، بتبقى موجودة في أي وقت محتاجه. ومن حسن حظ الراجل ده عنده 2 كلاب أشجع من بعض. الحيوانات عندها إحساس بالخطر عالي جدا، لدرجة إن الكلب ده حس بالزلزال في قبل الست دي. الزلزال ده كان بدرجة 6 ريختر، ولحسن الحظ إن الكلب صحي قبلها ونبهها. الكلب ده فجأة صحي وبيقرب من صاحبته وبيعمل ردود أفعال غريبة. مش بس كده، ده ابتدى نباح على صاحبته كأنه بيحاول يكلمها أو يخوفها، ولما ملقاش في حل عشان تسمع كلامه راح شددها من هدومها عشان تيجي معاه. وفجأة مين بس اللي قال ان القطط بتاكل وتنكر بتدافع عن صحابها ضد اي حد؟ موقف يوضح لك ان الكلاب اوفى الحيوانات في العالم. راجل مشرد الكلب بيحميه لمجرد انه بيقعد معاه. الراجل ده اغمى عليه فجأة والاسعاف شالته في العربية، بس الكلب ده كان هيتجنن عشان يركب مع صاحبه وما يسيبوش، وفضل مصمم لحد ما ركبوه معاهم. تسريب الغاز من اخطر الحاجات اللي ممكن تسبب كوارث. في ولاية واشنطن كان في تسريب غاز ومحدش حاسس بيه. في نفس الوقت لاحظوا كلب عمال بيحفر تحت السور فجأة، وعمال بينادي على اي حد معدي كأنه بيحذرهم من حاجة. اصحاب الكلب ده كان معاهم جهاز بيقيس نسبة الغاز، والمفاجأة انهم لقوا تسريب في الغاز كبير جدا. الكلب ده انقذ ارواح كتير جدا، ومش هتصدق لما اقولك انهم اعتبروه في الحي بطل بسبب العمل البطولي اللي عمله. الكلب ده انقذ صاحبه بسرعة رد فعل غريبة. لو صاحبك مش هيجرك بالقوة دي. في روسيا دب كان بيهاجم طفل صغير معاه كلب، بس على مين؟ الكلب فضل يجري وراه بكل شجاعة عشان يبعده عن مكان الطفل وينقذه. الكلب هنا بيحاول يوقف العربيات لسبب ما، يا ترى ايه هو؟ ده الكلاب كمان عندها ذوق. صاحبة الكلب هنا وهي بتنظف اغمى عليها، ومن وعي الكلب ابتدى انه يسندها، ولما معرفش ابتدى يندى على اي مساعدة في البيت. على قد اختلاف الحيوانين، ولكن ده يديك درس قد ايه الحيوانات بتحس ببعض وبتساعد بعض. ان بقرة تاخد الوقت ده عشان تعدل سلحفاة. كلاب الشارع دي ملهاش علاقة بالخناقة، بس معجبهاش الحال وفضلت وراهم لحد ما سلكت بينهم بطريقة غريبة. المشهد ده مش موجود في الكرتون بس. في ورشة صغيرة راجل كل ما يصحى يلاقي حاجته متوضبة، فركب كاميرا مراقبة عشان يعرف السبب. الفار ده منظم اكتر من ناس كتير. المشاركة بتبقى حلوة عشان تساعد بيها الغير. القرد ده بيعلمنا المشاركة. الراجل الكبير ده اغمى عليه وما كانش معاه حد غير الكلب بتاعه. الكلب ما سابوش، ولما لمح حد فضل يجري عليه عشان يطلب المساعدة. عشان نتغلب على المواقف الصعبة بنحتاج مساعدة من أي كائن حي حرفيا، سواء ماشي على رجلين أو 4 رجول.
الكلب اتحول بسرعة البرق عشان يدافع عن صاحبته. أوقات الإهمال بيؤدي لأذية اللي حواليك. القطة السوداء حاولت تساعد صاحبتها من زنقة الباب لحد ما لاحظ صاحب المكان. الراجل اللي بيصور ما كانش عارف خطورة الخرفان على الأطفال، بس الكلاب لاحظت وجت في الوقت المناسب عشان تنقذ الطفل، وندمت الخروف على اللي عمله كمان. الكلب الذكي ده لاحظ الشاحن بيدخن وحس بالخطر، وبسرعة الكلب لقى حل قبل ما المشكلة تكبر. ايه الذكاء ده؟ الموقف ده يعلمك انك ما تلمس صاحب القطة مهما كنت، حتى لو كنت ضابع مفترس. القصة دي مش عن حيوانات بتجري تنقذ حد. الديك ده اسمه سام، كان بيساعد الشخص ده عشان يتغلب على ألمه لفقدان صاحب عزيز عليه جدا، وده دخله في نوبة من الاكتئاب. ديف بيحكي ويقول ان سام دخل السعادة لقلبه زي كلبه اللي مات بالظبط. في ناس كتير بتقلل من خطورة القطر لما تكون مطلع نفسك بره او مطلع رجليك، بس الكلب ده كان موجود وبيجي كل يوم عشان يتأكد ان محدش بيطلع رجله، واي حد بيطلع رجله بيحاول يعضه كنوع من التحذير. الكلب ده فجأة اتحول لعامل انقاذ شجاع لما لقى ديك مزنوق في التلج، وما هنش عليه يسيبهم. تعبان الكوبرا ده كان بيتسحب عشان يوصل للاتنين دول وينقض عليهم. بس ما تقلقش مادام في كلب في البيت، كل مشاكلك محلولة. المشي بالليل بيخليك فريسة لأي عملية إجرام. بس خطة المجرمين دول باظت لما لقوا بودي جارد مع الراجل على هيئة كلب. البنت دي متعودة كل يوم تروح السوبر ماركت، بس اليوم ده اتحول بسبب نوبة سكر جات لها فجأة. الكلب لاحظ وقعد ينبح عشان يطلب المساعدة لحد ما حد سمع الكلب وجه عشان يساعد. تخيل البنت دي لو كانت لوحدها في موقف زي ده كان ايه اللي حصل؟ في الهند الناس بتشتكي بسبب الفيلة اللي بتجري على الأراضي الزراعية وبتبوظ لهم المحاصيل، وبالرغم من حجمه والعصبية اللي كانت فيه، بس الوحيد اللي قدر يقف قدامه كان الكلب الصغير دوت، وقدر يحمي أصحاب القرية الصغيرة دي ويغير مسار الفيل. مهما كانت المشاكل والصعوبات اللي في حياتك، أكيد هتلاقي جنبك حد من صحابك اللي بيهون عليك، زي الحيوانات دي مثلا. أصحاب البيت دول صحيوا على الكلب بتاعهم وهو بيقطع في كل حاجة بدون سبب. لما صحي صاحب المكان لاحظ وجود سيول قوية هتهد البيت، وصحى ابنه بسرعة عشان يسيبوا البيت ومعاهم الكلب. في الآخر تم إنقاذ حياة أصحاب البيت بسبب البطلة دي، بس للأسف ملحقتش تنقذ أطفالها الصغيرين، ولحد دلوقتي موجودة جنب البيت مستنية أطفالها. أثناء عملية إجلاء للسكان بسبب حريق، الحصان ده جري ناحية الحريق عشان يطمن على عيلته، ولما اطمن عليهم خدهم وهرب. لو شفت المنظر ده على الطريق وانت ماشي، ياريت ما تقربش منهم، لأن فرقة البط دي بتحمي الست دي من أي حد بيقرب منها. حياة الناس اللي فاقدين البصر أسهل مع كلب زي ده جنبهم.
بعد ما اتأكد ان العربيات كلها وقفت بيساعد صاحبه انه يعدي الشارع في سلام. في كل موقف بتلاقي كلب وفي بيقف جنب صاحبه. الحرامية دايما بيستنوا أصحاب البيت يمشوا عشان يسرقوا براحتهم. وكانت خطتهم ماشية كويس لحد ما لقوا كلب جوه البيت. خطتهم باظت في ثانية. كل أم مستعدة تضحي بنفسها عشان أطفالها. الأم دي عدت نهر عميق عشان تقدر توصل لأطفالها. الدخان مش بس مضر للصحة، ولكن كمان ممكن يكون علامة على بداية حريق. أنا مش مصدق اللي أنا شايفه، بس الكلب تقمص شخصية عمال الإطفاء وشغل المية بطريقة ذكية. القطة دي شغالة مربية للطفلة الصغيرة دي وخايفة عليها بطريقة غريبة كأنها أمها. حمامات السباحة المغلقة ممكن تسبب في موت الكلاب الصغيرة زي الشواوا، ولكن الكلب البيتبول الشجاع ده أنقذ الموقف. كل ما تعرف حاجة عن الفيل كل ما يزيد حبك وإعجابك بيه، وده بسبب ذكائه وتصرفاته. في الموقف ده طفلة وقعت فردة من الحذاء بتاعها جوه قفص الفيل، والفيل ما كدبش خبر ورجعه لها. الأطفال دي نسيوا الوقت وهم بيلعبوا، والكلب ده أنقذهم من إنهم يتعاقبوا. الصراحة ما شفتش أجدع من كده. حتى لو كانت لعبة، بس الكلب عنده أهم حاجة إنه يحمي الطفلة الصغيرة دي. الموقف ده يعلمك ما تسيبش حيوانك بره البيت. لأن ده ممكن يحصل، بس لحسن حظ الكلب إن عنده صاحب شجاع. صاحبة الكلب ابتدت تروق سريرها عشان تنام، ولكن فجأة حست بدوخة وابتدت تقع. والغريب هنا هو رد فعل الكلب، انه فهم انها تعبانة من عدم اتزانها وابتدى يحاول يقعدها على السرير. شيء غريب جدا احساس الحيوانات بمرض البني ادمين. حرامي اطفال بيعمل حاجة جريئة، وهو انه بيخطف طفلة جنب الكلب بتاعتها، ولكن الكلب عرفه غلطته. رد فعل الكلب هنا عاقل جدا. لما ابتدت النار تمسك في المطبخ ابتدى يعمل صوت كبير عشان ينبه البيت، وفعلا نجح في ده. صاحب مزرعة كلاب وهو بينظف اغمى عليه، والكلاب هنا حست بسرعة وابتدت تبلغ اللي معاه في البيت. ومن استغراب اهل البيت من تصرف الكلاب ابتدى يصورهم عشان يعرف فيه ايه، ولكن في الاخر اتفاجئ بان الكلاب بتنبهه لمرض صاحب المزرعة. بص تصرف الكلب هنا وهو بيحمي الولد من انه يقرب من باب العربية عشان ما يتأذيش ولا كأنها امه. القط هنا بيهاجم شخص بيمثل انه بيضرب صاحب القطة عشان يشوف رد فعل القطة. ديك بيهاجم طفلة بكل شراسة، ولكن الكلب الشجاع ده رغم قلة حجمه اتصدى ليها بكل شجاعة. شخص وهو ماشي بالعربية لاحظ حاجة غريبة جدا، وهي قطة بتحاول تحمي طفلة وتسندها وهي بتحبي.
الفيل شاف شخص بيغرق وماشي مع تيار المية، وبكل تلقائية ابتدى يجري عشان ينقذه بدون أي تفكير. التعبان ده الكوبرا الصامة تقدر تقتل الوزة دي وكل أطفالها بكل سهولة، ولكن شجاعة الأم هنا ما تتصدقش. الديب هنا حاول يخش بيت ما يعرفوش عشان الأكل، ولكن صاحب البيت طلعت قطة وندمته إن يجوا البيت ده تاني، وبالرغم من فرق الأحجام ولكن القطة أظهرت شجاعة كبيرة جدا عشان تدافع عن بيتها وعيلتها. الست دي كانت نايمة في أمان الله وسايبة الباب مفتوح، ولكن ما كانتش عارفة زيارة الدب المفاجئة للبيت. ولكن الدب ما عملش حساب الكلبين اللي جريوا وراه وطردوه بره البيت بكل شجاعة. خليني اقول لك ان الراجل ده مش صاحب البيت، والكلب بحسن نية افتكروا حد جاي يلعبه، ولكن لما حس بالخطر ابتدى يهاجمه لحد ما طرده بره البيت. طفلة وقعت الشبشب بتاعها جوه قفص الفيل، ولكن في ظل حبسة الفيل كان بيفكر يساعد الطفلة ورجع لها الشبشب كمان. مخلوقات لطيفة جدا. الراجل ده حب يلعب بالحبل بأسلوب مضحك، ولكن تلقائية الكلاب افتكرته في خطر، وبدون أي تفكير نطوا في المية عشان ينقذوه. نوع من الصقور الجارحة حاول يخطف الفرخة من عشتها، ولكن الديك هنا اتصرف بشجاعة بدون أي تفكير في سلسلة الغذاء وإنه ممكن يتاكل. الحصان ده بيدينا درس في حسن التصرف مع المرضى. لما لقى صاحبه اغمى عليه ومش قادر يقف حاول يصحيه، وده مش بس كده، ده لاحظ عدم قدرته انه يقف ونزل له لحد الارض عشان يشيله من تحت. الكلب هنا قاعد مع طفلة وهي بتعمل الواجب، ولكن سمع والدها وهو داخل البيت وبسرعة نبهها عشان تقفل التلفزيون عشان والدها ما يعرفش انها كانت بتتفرج. مخلوقات ذكية جدا. الدب ده دخل البيت ولقى البيت كله قافل على نفسه، وكانت فرصة حلوة لاستكشاف أكله، ولكن بره البيت قط عنيد وشجاع وما سابش الدب لوحده لحد ما طرده. اللي شايفينه دلوقتي علاقة نادرة بين شخص ودب مربيه، وزي ما انتوا شايفين الدب بيساعده عشان يوصله للمكان ولا كأنه شخص زيه. الطفلة دي في مزرعة للعجول، ولكن معاها حارس ذكي وشجاع اللي بيحاول يخوف أي عجل منهم إنه يقرب لها. تخيل تلاقي دبين بالحجم ده على باب بيتك، هتعمل إيه؟ أكيد هتجري مع إنك أكبرهم في الحجم، ولكن الكلب الصغير ده هاجمهم بكل الشجاعة لحد ما طردهم من البيت. الكلب هنا قافل على الطفل السكة عشان ما يتعرضش للخطر. يا ترى الكلاب دي واقفة ليه كده؟ بتأمن صاحبها وهو بيسحب الفلوس. البطة دي بتعمل حاجة يعجز الدماغ انه يعقلها، بتحاول تأكل السمك من أكلها لإحساسهم بيها. سبحان الله. الكلب ده بيعدي السكة بكل هدوء، ولكن ما خدش باله من العربية، واللي خد باله وحاول يحذره الكلب زيه وفضل معاه لحد ما عدى الطريق. العجل هنا كان هيعمل حاجة هيندم عليها بقية عمره، انه يضرب صاحب الكلب ده، ولكن الكلب ده ما سابوش. الحيوانات دي عبارة عن أبطال بنقابلها في حياتنا. هل انت قابلت أبطال زيهم ولا لأ؟ سيب لنا ردك في الكومنتات تحت، ولو عجبك الفيديو ياريت تدعمني بلايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. سلام.